سلام حبيباتي، ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم لاحوا بصحة جيدة. اليوم جبت لكم تحلية جدا راقية، بنة خيالية، قوام رائع، طريقة تحضير جد سهلة وبسيطة. هذه خاصة لعشاق القهوة. بدون إطالة راح نبدأ مباشرة في طريقة التحضير بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله على بركة الله. في كاسرول درت حوالي نصف لتر من الحليب، ضفت عليها حوالي 3 ملاعق من لا مايزينا وملعقة من السكر. انا ما حبيتهاش تكون حلوة بزاف، وانتم ديروا السكر على حسب درجة الحلاوة اللي تحبوها نتوما. خلطتهم مليح بارد في بارد، من بعد حطيتهم على نار هادية لأقل درجة ولا مشغولة لأقل درجة. ضفت عليها ملعقة صغيرة من الكاكاو، لازم يكون نوعية جيدة جدا باسكو هو اللي راح يعطي ذوق لهذه التحلية. ملعقة صغيرة برك باش ما تبدلكش اللون كامل ديال هذه التحلية ولا هذه الكريمة. من بعد ضفت عليها حوالي ملعقة كبيرة، ملعقة أكل ونصف من النسكافيه. برك بدا يتقلي الخليط ديال او القوام ديال الكريمه. ضفت حوالي 50 غرام من الشوكولا البيضاء. صدقوني حبيباتي، كل ما تزيدوا شوكولا البيضاء كل ما تجيب بنينه اكثر. من بعد ضفت حوالي ملعقه صغيره من الزبده الحيوانيه. هنا من الاحسن ديروا زبده حيوانيه، راح تعطي تاني بنه وزيد راح تماسك لك هذيك الكريمه. فرغتها في لافيغين بعد ما بردت لي شويه برك باش ما يتشكلوليش هذوك الكتل، ودخلتها الفريجيدار لو طون راح توجد فيه لاموس ديال النسكافيه. درت المقادير متساويه، 2 ملاعق كبار نسكافيه، 2 ملاعق كبار سكر، 2 ملاعق كبار من الماء. لازم يكون المقادير متساويه. راح نزيد نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. من جهة أخرى راح طلعت كريم شانتيي حوالي نصف كوب من لا بودر شانتيي مع الحليب الدافئ، ربع كوب من الحليب البارد جدا، لازم يكون قريب مقلاسي. من بعد خلطت هذيك الكابيتشينو ولا هذيك لاموس ديال نيسكافيه مع لا كريم شانتيي باش نتحصل على هذه لاموس الرائعة. لا شانتيي مع الكابيتشينو تقدروا تتوقعوا اللوغو قبل ما تجربوها. من بعد فرغتهم فوق هذيك الطبقة ديال الكاكاو والنسكافيه بعد ما بردت لي وتماسكت لي مليح. صدقوني حبيباتي، هذه التحلية ولا أروع، ماشي برك الناس اللي يحبوا لوغو ديال القهوة، أي إنسان يدوقها راح تعجبه وراح تولي لكم إدمان. وأسهل من هذه التحلية ما كاش، مقاديرها قليلة وطريقة تحضيرها جد سهلة وتوجديها في وقفة. من بعد زينتها هذا التزيين البسيط جدا والراقي. درت لها هذا البسكوت اللي يتشبه لوتوس، وزدت تاني درت لها رشة خفيفة تحبوا من الكاكاو، سينو من نسكافيه، سينو من هذا الجاتو اللي تفتوه وتزينوا به. بعد دخلتها الفريجيدار حتى الوقت السهرة، يعني حوالي 5 إلى 6 سوايع. انتم تقدروا ديروا ساعتين ولا 3 سوايع حتى تماسك لكم. اي فوالا حبيباتي، التحلية ديالنا راهي واجدة. صدقوني بزاف بنينة، قد ما نقول لكم بنينة قليلة في حقها. يجي عندها قوام ولا أروع، يجي هذاك المزيج بين لاموس ديال النسكافيه مع هذيك الطبقه الكريميه اللي درناها. شوفوا لا فيديو راه يوضح لكم القوام ديالها، تجي ولا اروع، متماسكه بالبزاف. جسبة حبيباتي تجربوها، على بالي راح تعجبكم وراح تولوا مدمنين عليها، مش راح تخطيكم كامل في سهرتكم الرمضانيه وكامل مناسبات. حبيباتي نقول لكم ما تنسوش تشجعوني بلايكاتكم وسورتو البارطاج باش تشجعوني على الاستمرار. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تقبل الله صيام الجميع. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.